المستمعين الأحباب في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم على راديو دارندوكا. في حلقتنا الجديدة نتحدث عن راديو دارندوكا. راديو دارندوكا هو عبارة عن منصة إذاعية إلكترونية تبث برامجها عبر إنترنت في مواقعها الإلكترونية راديو دارندوكا ms.com أو في فيسبوك أو في يوتيوب وحتى في تيك توك. نحن في إذاعة راديو دارندوكا لدينا برامج متعددة ومتنوعة، ومن أهم برامجها نقدمها داخل الراديو هو برامج تهتم بقضايا النازحين واللاجئين، وأيضا قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية. وهناك أسباب كثيرة لإنشاء هذه الراديو، ومن أهم أسبابها هو لنشر كل الحقائق الذي يحدث في دارفور وخصوصا في ولاية غرب دارفور. وللأسف هناك لا يوجد أي إعلام حقيقي لنشر كل الجرائم التي يرتكب فيها الدعم السري وميليشياتها. لذلك نحن كأبناء المتضررين قمنا بإنشاء هذه المنصة لنشر كل الحقائق. الشباب اتحدثوا الراديو دارندوكا، وزي ما قالوا في حلقات القادمة نتناول مواضيع مختلفة، لأن راديو دارندوكا بتتناقش في كل القضايا والمشاكل بتواجه إنسان مدينة الجنينة، والإعلام لن يوصل لنا معلومات الكافية. سبب ذلك الشباب أنشأوا راديو دارندوكا MS 1919، ونتمنى جميع المعلومات توصلكم عبر هذه الراديو. وشكرا للشباب الذي أنشأ هذه الفكرة، ونتمنى للجميع تعجبكم وتدعمون إن شاء الله. الراديو هي جات من مجموعة شباب ربما مع الإعلام الغائب عن ولاية دارندوكا، خاصة الوضع الإنساني بعد الحرب الضليع اللي حصلت في مدينة دارندوكا. فالراديو هي ناقشت في قضايا مهمة جدا، خاصة قضايا الأطفال وقضايا الناس الموجودين في معسكرات. فعشان كده هي الفكرة عجبتني جدا، اندمجت مع شباب واعيين جدا، وأتمنى إنه الصوت تصل، وأتمنى قدر ما نقدر إنه نساعد أيا كان إذا كان محتاج. فربما أعتقد شباب ممتازين جدا، وتحية لراديو دارندوكا MS 1919. زي ما وضحوا الشباب، فكرة الراديو جات لعدة أسباب، لكن السبب الرئيسي غياب الإعلام عن الولاية والتستر على الجرائم اللي بترتكب في دارندوكا دائما، والناس تحاول توصل صوتها وكذا، وليس فقط للمجازر والإبادات اللي حصلت حاليا. وانشغلنا وركزنا من الناحية الإنسانية حاليا لأنه هي الأهم، لكن ما نسينا قضيتنا الأساسية. بعد ما نتجاوز مع بعض الفترة الصعبة دي حنرجع لقضيتنا الأساسية إن شاء الله. وانا شاكرة جدا لتيم راديو دارندوكا، وشكر خاص لأخ مجاهد منسي الغناوي، وكل زول عاوز يرسل رسالة راديو دارندوكا مفتوحة لكم دايما. وورونا رأيكم في التعليقات سواء كانت إيجابية أم سلبية عن فكرة الراديو، وراديو دارندوكا ترحب بكم دايما، وشكرا لكم.